أستاذنا في علم النفس قال لنا اللي بيحركنا مش الكوميتمنت أو الالتزام، اللي بيحركنا المتعة having fun. جملة فسرت لي حاجات كتير. فسرت لي ليه صديقتي ليلى بتقوم الصبح نشيطة ومبسوطة، بتحضر الفطار لجوزها وأولادها وهي بتغني حتى لو تعبان. في نفس الوقت صافي صديقتي التانية قايمة بالعافية ومتنرفزة ومش طايقة لا العيال ولا أبوهم، على طول overwhelmed وعلى طول stressed. ايه اللي محقق لليلى المتعة اللي بتديها موتيفيشن للالتزام بأدوارها وواجباتها وهي satisfied ومبسوطة؟ من خبرتي في الريليشن شيب والكابل ثيرابي حاجتين. اول حاجه دور الزوج الحنون اللي بيحتوي، السهل اللين اللي حاطط دوره كزوج واب اولويه، اللي بنسميه فاميلي مان، واقف جنب مراته وساندها في تعبها وفي تربيتها للولاد، مكرس وقت فراغه لاولاده وبيعلمهم كل الرياضات والسلوكيات اللي تبني راجل صلب ومتوازن. وطبعا زوجة ليلى بتبادله نفس الهدف والمشاعر، راحته وسعادته بتكون اولويه عندها قبل اي حاجه واي حد. هكذا يكون الازواج. تاني حاجة دورك انتي مع نفسك. انتي ممتنة للنعم اللي في حياتك؟ ممتنة لوجود زوج وأولاد، ولا شايفة ده عبء تقيل على قلبك؟ حبي ما تفعلي، وعشان تحبيه استشعري نعمة وجوده في حياتك. استمتعي بكل لحظة. انتي بترتبي البيت عشان تستمتعي بالهدوء والسكينة مع جوزك وولادك، بتجهزيهم للمدرسة الصبح وانتي فرحانة انك بتبني شخصية أفضل. استشعري الهدف الأسمى في كل حاجة بتعمليها. دايما أقول لجوزي لما يقولي تعبناكي معانا، أقول له ده أحلى تعب. وصدق المثل بتاعنا الجميل اللي بيقول تعبك راحة.